يا أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اللوجيكال اوبريتورز، واتكلمنا ان هم بيطبقوا على الفاريبلز اللي من نوع بوليان. يعني لو انا عندي تو فاريبلز من نوع بوليان، يا ترى ممكن اعمل فيهم ايه؟ اصل ده بيقول يا لا، وده بيقول يا لا، فيا ترى ايه اللي ممكن يتعمل وسطهم؟ هو الحقيقة ان القيم المنطقية اللي بتكون موجودة عندنا في السيستم بتكون كتير جدا يا صديقي. يعني مثلا الريليشنال اوبريتورز بترجع لنا في الاخر برضو يا ترو يا فولس. فانا النهارده القيم اللي بتجيلي بتبقى كتير قوي، فانا لو عندي قيمه مثلا بترو وقيمه مثلا بفولس، لازم بيكون موجود وسطهم اوبريتور عشان يحدد النتيجه النهائيه بتاعه العمليه دي هي ترو ولا فولس. يعني انا النهارده لو عندي مثلا قيمتين، قيمه بترو وقيمه بترو، في اوبريتورز بقى بتتحط في النص، بقى عمليات في النص بتقول النتيجه النهائيه هتكون شكلها عامله ازاي، وده اللي احنا جايين نتكلم عنه. فبص يا صديقي، انا عندي 3 اوبريتورز. عندي واحده اسمها اند اللي هي العلامتين دول اسمهم الاند، والعصايتين دول اسمهم الاور، والعصايه اللي تحتها نقطه اسمها النوت. النوت انت عارفها، انت شفتها في الريليشنال اوبريتور، بس هعرفك عليها اكتر دلوقتي. الاند موجوده عندك في الكيبورد، بتجيبها منين؟ من رقم 7، شيفت 7 هيكتب الاند. والنوت موجوده في الزرار اللي فوق الانتر، شيفت الزرار اللي فوق الانتر، تمام، هيكتب لك النوت. انت محتاج تكتب 2 اند عشان يعني تبقى عمليه الاند دي موجوده، و2 نوت، ودي طبعا عرفناها اللي هي فين، شيفت 1، وخلاص عرفنا اماكنهم فين في الكيبورد. تمام، حلو. طيب بص يا صديقي، لو انا عندي variable true وفاريبل جنبه false وحطيت ما بينهم end، النتيجه النهائيه هتطلع false. ليه؟ لان end عشان ترجع لك true لازم يكون القيمتين اللي جنبها الاثنين بترو، يعني ما بتعتقش، لازم يكونوا الاثنين بيقولوا عشان هي تقول تمام. يعني دقيقه قوي، يعني الاند دقيقه جدا جدا، لازم القيمتين اللي جنبها يكونوا الاثنين بيقولوا ترو عشان تطلع النتيجه النهائيه بتاعتهم ايه؟ ترو. تمام. طب الاور، لا الاور متساهله شويه، لو في ترو وبعدين اور وبعدين فولس النتيجه ممكن تطلع ترو عادي. يعني اي واحده في الاثنين لو قالت تمام انا 100 100، الاور هترجع لك ايه؟ هترجع لك تمام انا ترو عادي جدا، مفيش اي مشكله. النوت بتعكس اي عمليه، يعني لو حطيت النوت قبل ترو هترجع لك فولس، لو حطيت النوت قبل الفولس هترجع لك ترو، يعني العكس. من الاخر يعني بتعكس العمليه المنطقيه. تعال نفهم الموضوع ده اكتر مع بعض. بص يا سيدي، الاند والاور والنوت عايزين نفهمهم اكتر. بص يا سيدي، الاند لو الاوبريتور الاولاني والاوبريتور الثاني، ده الاوبريتور الاولاني والاوبريتور الثاني وده الريزلت، يعني كأن ده الفاريبل الاولاني وده الفاريبل الثاني ودي النتيجه. لو ترو وترو النتيجه النهائيه هتبقى ترو، لو ترو وفولس النتيجه فولس، لو فولس وترو النتيجه فولس، لو فولس وفولس النتيجه برضه فولس. يعني النتيجه الوحيده اللي بترجع ترو في الاند ان يكون الاثنين فاريبلز ما بينهم ترو، بس كده. نخش على الاور. الاور متساهله شويه، لو ترو وترو بترجع ترو، ترو وفولس بترجع ترو، فولس وترو بترجع ترو، ما بترجعش فولس غير لو الاثنين بفولس. يعني بصراحه محترمه. يعني النوت بقى بتعكس، لو الترو لو حطيت نوت على الترو هترجع فولس، لو حطيت نوت على الفولس بترجع ترو. بس ده كل الموضوع. هنجرب مع بعض في الكود دلوقتي وهنشوف التفاصيل دي كلها وهناخد مسائل وهروقك. بص يا صديقي العزيز، انا دلوقتي هاجي كده اقول بوليان بي ريزلت. انا عايزك تجرب نفس اللي انا بعمله بالظبط وما تعولش هم. ممكن بعد اذنك، يعني ممكن ما تجريش على اي حاجه او تسبق الاحداث. جرب بس اللي انا بعمله. انا عارف انا بوصلك فين، انا عارف انا بوديك فين دلوقتي، يعني انا عارف اللي انا بعمله ده هيأثر على ايه فيما بعد، فممكن تطبق بس ورايا وما تفكرش في اي حاجه اكتر من كده. بص يا سيدي، لو انا قلت مثلا عندي true ده عاديه خالص اهي، وحطيت end وحطيت false، فالنتيجه النهائيه هتطلع لي فولس. تمام. في حين ان نفس الكلام ده لو خدته كده بس حطيت جنبه اور هترجع ترو، دي الاور اهي. تمام، دي كده هترجع ترو. نفس الكلام ده ممكن نستعين فيه بفاريبلز، يعني مثلا ممكن اقول مثلا value 1 ودي مثلا اديها ترو، ممكن اقول مثلا بول مثلا value 2 واديها مثلا فولس، بحيث ان انت بس تبقى فاهم انا بعمل ايه. يعني لو انا قلت value 2 and value 1 and value 2 هترجع فولس. نفس الكلام لو انا عملته مع الاور هترجع ترو. وطبعا نفس القصه لو انا جيت هنا على الريزلت وجيت مثلا على اللي هي فولس دي وجيت كده قلت له نوت الكلام ده، تمام، دي كده هتعكس دي هتخليها ترو. تعال نحط بريك بوينت ونفتح ونجر. طبعا دي بترو، دي بفولس، ما فيهاش مشكله خالص. وادي الاند اهي، دي بايه؟ دي بترو، ودي بايه؟ دي بفولس. هترجع هترجع فولس، لان الاند لازم الاثنين يبقوا ترو عشان ترجع ترو. طيب هنا دي دي هنعملها اور ونشغل تاني ونجرب. دي بايه؟ دي بترو، ودي بايه؟ دي بفولس. ما بينهم ما بينهم اور. الاور متساهله، هترجع لك هنا ترو عادي جدا، ما فيش اي مشكله. طيب دي بايه؟ دي بفولس. قبلها
ايه قبلها نوت بتعمل ايه؟ بتعكس، هترجع لك دي، هترجع لك ترو. كده الدنيا تمام. اعتقد اللوجيكال اوبريتورز انت فاهمها ومفيش اي مشكله معاك ان شاء الله. تمام، دول الثلاث عمليات او الثلاثه اوبريتورز اللي موجودين. بس في نقطه ان هم ليهم اولويات برضه. الاند ليها اولويه عن الاور، يعني لو انا عملت اي حاجه عندي اولويه للاند قبل الاور. تمام، لذلك هناخد مع بعض شويه مسائل ونبتدي نشوف الدنيا بتمشي ازاي. فانا الريزلت بتاعتي دي لو انا جبتها هنا كده، لو انا قلت مثلا عندي true وقلت and false وقلت or مثلا true، يا ترى دي هتطلع لي ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجه لازم نمشي على الاولويات. الاولويات بتقول ان الاند بتسبق الاور، فtrue and false دي هترجع false. تمام، بس false or true هترجع true. اذا النتيجه النهائيه هنا هترجع true. اظن انت تروقت في الموضوع الارثماتيك اوبريتورز، فانت فهمت قصه الاولويات كويس وفهمت ان الدنيا ماشيه من الشمال لليمين. فانت ايه كده كده يعني الدنيا معاك يعني هتبقى مظبوطه ان شاء الله. هحط لك دلوقتي شويه مسائل، تمام، وهنقعد نحلهم مع بعض. انا هحل شويه وهخليك انت تحل كمان شويه، تمام، بحيث نفهم بقى الاولويات في اللوجيكال اوبريتورز بتمشي ازاي. طيب بص يا صديقي، انا دلوقتي كتبت لك 7 مسائل هنحلهم مع بعض، تمام، واحده واحده ان شاء الله، وهنطلع كل حاجه 100 100. اظن انت فهمت الاول بس فكره اللوجيكال اوبريتورز، وفهمت موضوع الاند والاور والنوت بشكل عام. فاحنا دلوقتي هنبتدي نشوف ازاي ممكن نطبق الموضوع ده على مسائل اكتر شويه، ونطبق موضوع الاولويات فنفهم الدنيا اكتر ان شاء الله باذن الله. طيب واحده واحده بقى. بص يا سيدي، نمسك الاولانيه دي، وقف الفيديو، تمام، وابتدي ان انت فكر فيها وشوف هتظبط معاك ولا لا. انا هحل دلوقتي. اول حاجه اتفقنا ان الاند بتسبق الاور، فبالتالي فولس وترو الاند دي هترجع لي فولس. فدلوقتي هيبقى عندي ترو اور فولس، فالنتيجه هتطلع ايه؟ هتطلع ترو. مفيش مشكله خالص، لان هنا دي هترجع فولس، الاند دي هترجع فولس، ودي كده كده فيها ترو، فخلاص مش فارقه، العمليه مش فارقه. طيب خلصنا من المساله الاولانيه. المساله الثانيه، وقف الفيديو وبص على المساله الثانيه، تمام، وابتدي حل. ابتدي انا الحل بتاعي. اول حاجه انا هخلص الاند الاول. طالما الاند ليها اولويه فانا هقول فولس اور الاند فولس وترو هتدي فولس، بعدين اور وهننزل الترو ونقول النتيجه فولس اور فولس هترجع فولس. طب فولس اور ترو هترجع ترو. تمام، ممكن برضو نحط بريك بوينت، نحاول نتست برضو دنيتنا، نشوف احنا ايه بنجاوب برضو صح ولا ايه. ضروري يعني. دي رجعت ايه؟ رجعت ترو. ودي رجعت ايه؟ رجعت ترو. ممتاز جدا، كده احنا بنجاوب صح. مفيش مانع برضو ان انت تست نفسك يعني. يلا المساله الثالثه، وقف الفيديو يلا واشتغل. بس قبل ما توقف الفيديو خليني بس افكرك بحاجه، ان دايما الاقواس بتوفر رايد اي حاجه. لو تفتكر الاريثماتيك اوبريتورز قلنا الكلام ده، قلنا ان الاقواس لازم تتنفذ الاول، وبعد ما تتنفذ الاقواس نتفاهم بقى في اي حاجه، نتفاهم في اي حاجه. فيلا بينا واحده واحده مع بعض. بص يا سيدي، هناخد القوس ده الاول. القوس ده فيه اند ودي ترو فولس، فبالتالي دي هترجع لي فولس طبعا بلا شك. وبعدين هنا في اور، وبعدين في قوس تاني، والقوس التاني فيه فولس وترو وما بينهم اند، فهترجع فولس. تمام، وبعدين اور تاني، وبعد الاور التانيه دي فيه فولس اور ترو، فدي هترجع لي ترو طبعا. فتطلع النتيجه النهائيه زيها زي اللي فوق بالمناسبه يعني، فولس اور فولس بفولس، وفولس اور ترو ترجع ترو، اذا دي بترو. طيب نخش نشوف اللي بعدها. كده احنا خلاص فهمنا فكره الاقواس، ان انا لو عايز اعمل اوفر رايد على اي حاجه فانا بستخدم الاقواس، والاقواس بتتنفذ الاول قبل اي حاجه. الاقواس اللي بتتنفذ، يلا نخش هنا في اقواس. ده هنا في قوس وهنا في قوس، ده في قوسين جوه بعض، الله اكبر. تمام، هنخلص الاقواس الاول. يلا مهم بس انت ايه، وقف الفيديو وجاوب، يمكن تعرف تعملها انت لوحدك. يلا انا هحل انا دلوقتي بقى. اول حاجه ترو، تمام، وهنزل الاند بتاعتي وامسك بقى القوس ده، شوف ايه حكايته بقى. هنا في قوس، بس لقيت جوه القوس قوس تاني، تمام، فقبل ما ايفالويت القوس خليني بس اعمل كده القوس الاولاني واقول له فولس اور، تمام، فولس اور ترو اند، ونشوف اللي هيطلع من القوس ده هيبقى ايه. فولس اور ترو هترجع ايه؟ هترجع ترو، لان الاور متساهله يعني، دنيتها بسيطه يعني، ما بتضايقناش في حاجه. نخش على المرحله اللي بعدها. تمام، هنقول ترو اند ونشوف القوس ده هيطلع من جواه ايه. طبعا نمسك الاند الاول. ترو وترو هترجع ترو، وهنا فولس وترو، الاور هنا هترجع برضو ترو، فاذا اللي هيطلع من القوس ده ترو. فترو طلع في الاخر النهايه ان دي بقت ترو. طيب المساله رقم 4، يلا وقف الفيديو يا باشا وشوف الدنيا. اتفقنا ان الاقواس بتتنفذ قبل اي حاجه، تمام، وهنا الدنيا يعني مسائل متنوعه يعني. انا بس كل ده عاوز ادربك واخليك تحفظ فكره الترو والفولس والاوبريتورز اللي وسطيها والكلام ده كله. مش عايزك تتحرك من هنا وانت في حاجه واحده بس مش فاهمها. يلا جاوب يا ريس.
طيب اجاوب انا بقى فولس، هنقول اند ونمسك القوس، ادي القوس اوله من اخره، القوس ده هيطلع ترو لان دي فولس ودي ترو ما بينهم اور، فالقوس ده هيطلع ترو. بعد كده اور، تمام، وبعد الاور في فولس اند فولس، مفيش اقواس تاني. هناخد احنا بقى الكلام ده بقى كده كوبي اند بيست عشان ننزل ونخش على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هنبتدي ننفذ بقى ايه بقى، هنبتدي ناخد الاند الاول هنا وناخد الاند الاول هنا وبعدين نصفي. دي هتصفى معانا على فولس اور، هنشوف دي مع دي مع دي هتصفى على ايه، هتصفى على فولس، على فولس برضه لان الاند ما بترحمش، اللي ما بيعجبهاش خلاص لازم الاثنين يبقوا ترو. كده خلاص بقينا ايه، فولس فولس ترو، تمام. طيب فولس اور فولس بفولس، فولس اور ترو بترو، بقى النتيجه النهائيه هتطلع ترو. جميل، يلا نشوف اللي بعده. المسائل عماله تصعب لسه ايه المسالتين الاخرانيين دول فيهم الزبد يعني. انا بقى ايه لما تلاقي المساله كبيره كده فاهمني، يبتدي بقى ايه اقسمها بقى على نصين بقى ولا اي حاجه عشان ايه، عشان تشوف الدنيا بس رايحه فين وجايه منين. طيب حلو قوي، يلا وقف يلا الفيديو وتوكل على الله. بص يا سيدي، انا عندي هنا قوس، عندي هنا قوس تاني، جوه القوس التاني فيه قوس، تمام. واحده واحده، ما ورانا ايه، ما وراناش حاجه. هنمسك القوس الاولاني، تمام. القوس الاولاني فيه ايه، فيه فولس اند ترو، فده هيدي لك فولس، وفولس اور ترو، يبقى القوس الاولاني ده هيطلع ترو، وبعدين نحط الاند، تمام. نخش على القوس اللي بعده. القوس اللي بعده ده بقى ده قصه بقى، ده قصه وحكايه، تمام. انا عندي أنا الاول عندي اند هنا، يعني الكلام ده ترو اند اللي هيطلع من هنا، فاحنا عايزين نطلع اللي هنا الاول بقى، تمام. فهات لي القوس كده الاول، هنعمل قوس، تمام، وبعدين نقول ايه، فولس اور اللي هيطلع ما بين الترو دي وبين اللي طالع من هنا، اللي طالع من هنا اللي جوه القوس ده هيطلع منه ترو، ترو اند ترو، فهيطلع لك هنا ترو، ده اللي طلع من جوه القوس، تمام. كل ده خلاص اتعمل له ايفالويشن، بقى هنا الاند، ودي هتطلع ترو اند ترو، يعني النتيجه في الاخر. شفت الجمال، هايل هايل هايل. يلا مساله اكبر، مساله اكبر، يلا بينا. وفي نوت كمان معانا والدنيا هيصه هيصه. نمسك بقى، بص كل حته لوحدها بقى. ده قوس اهو، تمام، ده قوس كبير الله اكبر يعني، وجوه القوس ده في قوس تاني، تمام. فاحنا متعودين دايما بنخلص الاقواس، لازم نخلص الاقواس الاول عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. فانا بص انا هاخد كوبي من القوس كله، بص انا هاخد كوبي من القوس كله احطه عندي في الكومنت كده، تمام، عشان اشوفه هيطلع ايه يعني. بص يا سيدي، نمسك القوس اللي جوه ترو، انا عندي الاند الاول، لازم ايفالويت الاند الاول. الاند اهي فولس وترو، هترجع فولس، فولس وترو ما بينهم اور، هترجع ترو، بس قبلها نوت، خلي بالك قبلها نوت. فكل ده كان المفروض يرجع ترو، بس بسبب وجود النوت فده هيطلع فولس. كده احنا لسه ما خلصناش على القوس، تمام، لسه احنا جوه القوس. الاند بتتنفذ الاول، ترو ان فولس هترجع فولس، فولس اور فولس هترجع فولس، يعني في النهايه النتيجه النهائيه اللي هتطلع ان لا نو فولس، تمام. فاذا النتيجه اللي طلعت لي كانت فولس من القوس الاولاني. اور اللي هيطلع بقى من القوس الثاني، اللي هيطلع من القوس الثاني ايه بقى، بص يا سيدي، امسك لي الاند الاول، فولس اند ترو هترجع فولس، فولس اور فولس هترجع فولس. اذا النتيجه النهائيه هتبقى بالشكل ده. فاحنا كده يعني المفروض دخلنا في الموضوع دخله عميقه جدا يعني. بص اتكلمنا الاول سيمبلي عن الترو والفولس والاند والاور والنوت، ومشينا في مسائل لحد ما ايه، لحد ما ورمنا. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي.